السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا كالمعتاد نبتدي الفيديو بتاعنا بان احنا بنصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تاني حاجة بنقولها في الفيديو بتاعنا ان احنا بنفكر بعض دايما بان احنا ندعي لاخواتنا واهلنا واولادنا بفلسطين، ان ربنا ينصرهم يكبر بخاطرهم. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين. صدق الله العظيم. النهارده بقى انا جايه ان شاء الله ادردش معاكم كده اهوت في قصه فيلم قريتها، بس عجبتني جدا والمضمون بتاعها كمان عجبني. قصه الفيلم بتحكي عن ايه؟ بتحكي عن اسره متكونه من زوج وزوجه واولاد، ان الزوج والزوجه في ما بينهم مشاكل، وان الزوجه عندها حاله من الاكتئاب، حاله من الحزن، وهكذا. الزوجه دي موظفه، وان الشغل اللي هي بتشتغله بعيد عن بيتها، فبتركب له اتوبيس علشان تروح للشغل بتاعها. الطريق من بيتها للشغل طريق طويل وطريق ممل، فابتدت عشان تسلي نفسها في الطريق ده هو ان هي تبص من الشباك، تشوف الناس اللي ماشيه في الشارع، تشوف الناس اللي عايشه في بيوتها، لو حد واقف، لو الكلام ده كله، تتابعهم، تشوفهم، الكلام ده كله. فابتدت في مرة ان هي تركز شوية على بيت، وهي كل مرة وهي رايحة وهي جاية بقت تبص على البيت دهوت. مرة تلاقي واحد ومراته واقفين في البلكونة وهو حاطط ايده على كتفها وبيكلمها. مرة تانية في يوم تاني وهي رايحة تلاقيهم قاعدين في البلكونة بياكلوا بيفطروا. مرة تانية تلاقيهم قاعدين بيشربوا حاجة، وهكذا. فضلت تتابعهم وابتدت ترسم بقى في دماغها صورة عن الأسرة دي. قد ايه الزوج والزوجة سعداء، قد ايه الزوج بيحب زوجته، قد ايه الزوجة بتحب زوجها. اكيد الناس دي ما عندهاش مشاكل، ومش كده وبس، ده اتمنت كمان ان حياتها تبقى زي حياة الناس دهيت. واعتقدت في دماغها ورسمت في دماغها 1,000,000% الناس دول ما عندهمش اي مشكلة، بالعكس، حياة سعيدة، بيضحكوا مع بعض، بيتكلموا مع بعض، واقف في البلكونة حاطط ايده على كتفها، بيفطروا بيشربوا، وهكذا. دي الموظفة. بعد كده الفيلم بقى بينقلنا لحياة الزوج والزوجة اللي الموظفة بتشوفهم في البلكونة، بيدخلنا جوه حياتهم ويعرفنا بيهم. زوج وزوجة حقيقي كان ليهم ابن، ربنا يرحمه، مات. الزوجة في حالة اكتئاب شديد، الزوج في حالة اكتئاب شديد، الاتنين في حالة حزن شديدة، بس كل واحد فيهم بيحاول يواسي التاني على قد ما يقدر. وهنا بقى بنشوف ان الحياة اللي الست دهيت او الموظفة دهيت او الزوجة دهيت كانت منتظراها ليهم او كانت متوقعاها ليهم، ما كانتش كده تماما. ده حياة يعني اللي هي عايشة فيها احسن بكتير من الحياة اللي الناس التانية اللي هي بتتبعهم احسن منهم بكتير. ده بالعكس، ده هما اللي عايشين حياة يعني ربنا يهونها عليهم يا رب. فانا اللي طلعت بيه من الفيلم او من قرايه قصه الفيلم ده هي ان احنا ما يغرناش المظاهر، وان احنا مش كل حاجه بنشوفها قدامنا حقيقي نصدقها. ده مش كده وبس، ان احنا قبل اي حاجه، ودايما بقول ان احنا دايما نحمد ربنا على حياتنا وعلى عيشتنا، وان احنا اكيد العيشه اللي احنا عايشينها دي احسن عيشه ربنا سبحانه وتعالى شايفها لينا، انها ملائمه لينا، وهكذا. فاحنا ما نتمناش حاجه في ايد حد او حاجه عند حد. يعني زي ما بيقول لك ايه، لو تمنيت حاجه عند حد فانت تشيلها كلها، يعني تشيل شيلته كلها، ما تاخدش الظاهر بس، لا انت شيل شيلته. فاهمني؟ وهنا في جمله بتقول لك لما تبقى عاوز حاجه زي اللي عند غيرك، ابقى اتمنى انك تشيل شيلته كلها، مش بس اللي عاجبك منها. يعني ما معناه ان احنا الحمد لله كلنا لازم نحمد ربنا على حياتنا وعلى عيشتنا، وان احنا الحمد لله احسن من غيرنا. ده مش كده وبس، ان احنا ما تغرناش المظاهر، ما تغرناش اللي احنا بنشوفه. احنا كل بيت وكل اسرة مقفولة على اللي جواها، هي بتبان لك من بره حاجة لكن من جوه حاجة تانية. ده اللي انا فهمته من الفيلم وعجبتني قصته جدا.
وحسيت ان في ناس كتير ممكن يبقوا زي الزوجة الموظفة دهيت، ان هي بتشوف الظاهر فبتنخدع فيه. احنا اوقات كلنا بنشوف الظاهر وبننخدع فيها، لكن الحقيقة بتبقى حاجة تانية خالص. دي كانت دردشة بسيطة عن فيلم انا قريته وعجبني. الفيلم مش مجرد انك فيلم بتتسلى عليه، لا، الفيلم انك تطلع بالمضمون بتاعه بحاجة تنفعنا وحاجة تفيدنا. شكرا لكم مرة تانية، واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. سلام عليكم حبايبي.